انا هديل، ده اول يوتيوب فيديو ليا. أم lately صحابي كنت بتكلم مع صحاب ليا كتير وكلهم رايحين الجيش وكده وزعلانين ومش عايزين يروحوا وشايفين ان الجيش ده حاجه خرا. فانا قعدت فكرت قلت ليهم كلهم شايفين ان الجيش ده حاجه وحشه، مع ان الجيش ده ممكن يبقى حلو جدا، وكل الشباب انه they're looking forward to it، كلهم عايزين يروحوا الجيش. فلقيت انه معظم الناس بتتكلم تقول الاكل وحش، السكن وحش، بيعاملوهم وحش. خلي المعاملة على جنب ونتكلم في الباقي. دلوقتي تخيلوا كده، يعني just imagine with me، يعني obviously that's not gonna be happening soon enough in Egypt, but in a perfect world just imagine. تخيلوا دلوقتي بدل ما هم بيقعدون في مكان معفن ومش نظيف وكده، تخيلوا it's a bit hotel style. مش هقولك 5 stars وكده عشان تقولي انتي مجنونة، بس imagine maybe 3 stars. أوض مكيفة بسريرين وكل أوضة فيها حمام وقاعدين in pairs وكله مبسوط وكل حاجة. الأكل ليه بيأكلهم أكل وحش؟ يعني مش حرام؟ يعني الشباب دول مش هم دول بيخدموا البلد؟ مش لو عملناهم كويس they will give us more in return. um, تخيل لو في مثلا شيف، وزي مثلا نظام الطيارات you have two options وبيختار الاوبشن اللي بيعجبه. واكل نظيف، يعني مش هقولك حط لهم كافيار، لا، حط لهم اكل عادي، اكل المصريين، بس الاكل يكون نظيف وحلو. أم المكان بقى اللي هم عايشين فيه، الحاجات دي انا فكرت فيها على فكرة انا شخصيا عجبتني جدا. دلوقتي المكان اللي هم بيناموا فيه، ليه ما يكونش فيه مثلا اوضه بلاي ستيشن، اوضه بولينج، اوضه بلياردو، سويمينج بول، جاكوزي جوه السويمينج بول، ليه لا؟ جيم علشان يلعبوا فيه. يعني شباب كتير جدا دلوقتي في مصر بيروحوا الجيم. أم لما بيروحوا الجيش مفيش طبعا جيم، ليه ما يكونش فيه يعني after hours؟ ويسلام لو في مثلا كافيهات وشيش وكده، بحيث ان هم بعد التدريب ليه مش يخرجوا؟ هما اوريدي مش هيقدروا يخرجوا، بس ليه مش نحسسهم بالانفايرمنت بتاع الخروج؟ ان انت مش محبوس، انت قشطه بتتبسط وبتقعد مع صحابك وبتقعدوا تنكتوا وتهزروا وتضحكوا كده. دلوقتي مكان التدريبات ليه مش مفيش مثلا ملاعب باسكت، ملاعب تنس، ملاعب جولف، بحيث ان هم يروحوا يكونوا مبسوطين؟ يعني النفسيه بتكون كويسه جدا لما تكون انت كل الانفايرمنت اللي حواليك حلو. دلوقتي was thinking كمان بدل ما بيحطوا كل الناس مع بعض، يعني مثلا اخويا ملوش جيش لان عنده اختين، فلما راح علشان يجيب الورقه اللي هي بتاعت انه ملوش جيش، راح حته اسمها ست جند. القصص اللي حكاها لي بالحته دي يعني مرعبه. يعني ناس مش عايزه اقول عربجية او كده، بس ناس مثلا سوابق قاعد بيحكي عن مش عارفه انا رشيت على مين وشه ميه نار وكده. يعني فاختلاط الزيادة ده بحس ان هو ممكن يعني يبوظ الدنيا. بدل ما بيعملوا كده فيهم، ليه مش يعملوا مثلا 3 stations، واحدة high class، واحدة middle class، واحدة low class؟ و I don't mean to be racist or discriminating or anything، بس مثلا دلوقتي انت واحد مثلا ابن ناس شوية، متعود مثلا لو انت مثلا متربي في مصر الجديدة ورحت مثلا مدرسة كذا، آه، لو انت مثلا حطيتك في الهاي كلاس و ودلوقتي معاك صحاب من مستواك السوشيال كلاس بتاعك، مش هتكون مبسوط؟ يعني psychologically and emotionally هتكون احسن. فده هتبقى حاجة كويسة جدا. وكمان الميدل كلاس واللو كلاس بقى مثلا يكونوا الناس اللي مش متعلمة او كده. أم، دلوقتي الايديا دي هتكون حلوة جدا وناجحة جدا. فقولوا لي ايه رأيكم في الكومنت سيكشن below. اذا عايزين تشوفوني تاني دوسوا سبسكرايب فوق. و until then thank you and take care. Thanks for watching. واللي رايحين الجيش قلبي معاكم and good luck guys. Bye.